السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ بخير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين، اموركم طيبه وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم سكراب سائل للبشره الجسم، وايضا مشروع مربح وجميل للسيدات اللي تعجبهم المشاريع البسيطه من المنزل ديالك. هذا شي حاجه زوينه غير من الاسم ديالو سكراب زيتي. تخيلي معايا الرطوبه والنعومه اللي كيخليه في الجسم بعد الاستعمال، وطبعا من المكونات اللي فيه غادي تشوفي النتيجه ديالو الروعه. ايضا البنات اللي كانوا كيسولوني بزاف اش من ماده حافظه اللي نستعملوا، ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نجاوبكم عليها. وطبعا الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش لايك، بارطاج، تعليق تحفيزي. وان شاء الله الرحمن الرحيم القادم اجمل واجمل ان شاء الله بكم يعني بتحفيزاتكم وتعاليقكم الجميله هي غتخليني نستمر ننزل لكم فيديوهات جديده. ونبداو على بركه الله. بالنسبه للبنات المكونات ديال الوصفه غادي نخلي لكم بالغرام تحت صندوق الوصف. غادي نحتاجوا زبده الشيا، زيت الزيتون، زيت الكوك، قهوه، سائل رغوي، والماده الحافظه، والسكر. السكر طبعا ماشي داك الحرش، كاين واحد السنيده كتكون حارشه وكاين وحده كتكون يعني رطيبه شويه، خذوا هذيك المتوسطه. فبالنسبه للسائل الرغوي هو هذا، انا غادي نخلي لكم شحال بالغرام في صندوق الوصف. وايضا بالنسبه للماده الحافظه اللي كانوا كيسولوني عليها بزاف البنات في الفيديو السابق، ان شاء الله الرحمن الرحيم اليوم غادي تعرفوا عليها، اللي هي هذه راه قرعه كتباع في الصيدليه البنات، راه موجوده. كتاخدي يا اما لتر ولا نص لتر، كتاخدي منها غير كميه قليله. بالنسبه للمكونات انا خديت زبده الشيا كيف قلت لكم، زيت الزيتون وزيت الكوك والقهوه والسكر. المهم بلا ما نعاود المكونات، كنذوبوا زبده الشيا نخويوها على الزيت، من بعد كنضيفوا كميه من السائل الرغوي باش يعطينا هذيك الرغوه. ملي كتستعملي الكوماج وكتبدي تغسلي منه كيعطيك واحد الرغوه، ايضا هذاك السائل الرغوي فيه واحد الريحه زوينه بزاف. فملي كنذوبوا الزيوت والزبده كنضيفوا القهوه، ومن بعد كنضيفوا السكر بالتدريج، ما يكونش ثقيل بحال المقشرات اللي شاركت معكم قبل كانوا شويه ثقال. هذا خاصو يكون هكا سائل. وصافي. بالنسبه لك انت غتبيعي وتشري فيه اكيد راه خص تكون فيه ماده حافظه باش يبقى يدوم مده طويله جدا. والبنات اللي مثلا غادي غير تصايبوا مثلا اليوم وتصيفطوا لواحد السيده 3 ايام ولا 4 ايام وغادي يوصلها، ما تحتاجيش ديري كاع الماده الحافظه، ما تحتاجيش. غير هو الا كنتي غتبيعيه وغتصايبي واحد الكونتيتي اللي هي كثيره، فضروري من الماده الحافظه. وبالنسبه للبنات الاجوبه ديالكم، انا ان شاء الله غادي نجاوبكم اسئله دابا، اجوبه عفوا. فكيف قلت لكم انا ما كفانيش الوقت في الفيديو، فقلت ندير فيديو هكا مصغر ونكمل لكم. بالنسبه الا كنتي غتصايبي كونتيتي كثيره ومثلا 100 200 ضروري ماده حافظه. قل معليش يعني واحد يومين ديال التوصيل باش توصل. مثلا بغيتي تصيفطي راه غير يومين راه غادي توصلك. اما الا كنتي مثلا بتستعملي مثلا سيروم الشعر ولا شامبوان ولا غسول الوجه ولا الشعر، ضروري ماده حافظه، خصوصا الا كانوا فيهم هاد الشيء اللي غتستعملي كانوا فيهم اعشاب. الا ما درتيش الماده الحافظه صافي داكشي غادي الريحه ما نقولكش، وغادي خناز، والمهم تخسري كلشي. اللهم ماده حافظه. اما فهاد السكرابات بحال هكا ماشي ضروري 100%، الا كنتي غتصايبي واحد الستوك اللي هو كبير بزاف. وانا ما كنظنش انه وحده يلاه باديه، فضروري خصها تصايب شويه بشويه بشويه، وكل تجربه انت كتعلمي منها، كل تجربه كتعلمي منها. بالنسبه للسكراب اللي كنت شاركت معكم، مقشرات اللي كنت شاركت معكم من قبل، بزاف تيسولوني هذوك البواطات منين جبتيهم البنات. هذوك البواطات راه ديال اللي كنت شاركت معكم فيهم ديال الصابون البلدي، كاينه وحده ديال واحد الكريم كنت شريته. المهم عادي، وهذوك البواطات راه كيتباعوا موجودين صغيورين. الا كنتي غديري سكراب راه تيكونوا صغيورين موجودين، كاينين في الاشكال وفي الانواع وفي الالوان. شوفي انت شنو بغيتي. بالنسبه لاما هذوك انا فاش قدمت لكم هذوك المقشرات، هذوك راه ديال الصابون البلدي وديال داكشي اللي كيخوا كنحتفظ به، حيت انا تيعجبني الصراحه بحال داكشي وبحال هذوك المقشرات كي صراحه تيعجبني، ودائما كيكمل المقشر خصني نعاود ندير مقشر اخر. هذا بالنسبه للسؤال. بالنسبه الملونات راهو كيكونوا خاصين بمستحضرات التجميل ومتواجدين في امازون بزاف تيكونوا في امازون، وتيكون الثمن مناسب. اما الا كنتي غتاخديهم مثلا من الدوله ديالك ولا ما عرفتش، المهم غيكونوا غاليين بحكم انا سولت صراحه هنا في المغرب، فالثمن صراحه غالي بزاف.
كتفضلي انك تاخديه من امازون ولا من علي اكسبريس ولا المهم من شي ان، ولا كتاخديهم ديال البشره كيكونوا متواجدين في اللوينات. كتشوفوا بعض الخطرات دوك الصابون اللي كيطلع لكم ملون، ايوا داك الصابون حتى هو راه كيكونوا فيه دوك الملونات اللي كتكون خاصه بصناعه مستحضرات التجميل. اما انا في المقشرات اللي كنت شاركت معكم قبل راكم شفتوا، راه كدرت معكم غير سكر منصم بالفانيلا الزا، وكدرت معكم الله اعلم وقيل العكر الفاسي ولا المهم كدرت معكم داكشي طبيعي، ولكن النتيجه كانت زوينه. وخير دليل التعاليق الناس اللي عجبهم، وكاين البنات اللي خدموا به وبزاف اللهم لك الحمد، وهذا من فضل رب. الماده الحافظه كنظن انني هضرت عليها وعطيتها حقها. فهادشي اللي كاينه الغزالات، جربوا وبداو. اي وحده بغات تبدا مشروع تزعم توكل على الله وتيسر وخدمي بضمير، وما تغليش بزاف، ما تطلعيش، ما تغليش على الناس بزاف، ديري بحالك بحالهم، ما تضريش راسك وما تضريهمش حتى هما. تعاونوا، ديري بحال بغيتي تعاوني مع جارتك مع صاحبتك مع اختك وصافي. واحد السؤال دائما كيجيني، كيفاش نعرف نحسب الربح ديالي وكيفاش نقدر نخرج؟ وكنظن انني كنجاوب عليه، غير ربما التفاعل القليل في القناه هو اللي كيخلي ما كيوصلوش الفيديوهات لبزاف ديال البنات. فهذه فرصه ان شاء الله نقول لكم. اول حاجه انا نعطيك غير مثال، مثلا خديتي 400 ديال التقديه 20 درهم تقديتيها، 20 درهم، هذا غير مثال، واخا 20 درهم راه ما كايناش، ولكن المهم خديتي 20 درهم خديتيها، صيبتي المهم قديتي المنتوج ديالك، خديتي بواطاس حتى هما درتي فيهم المنتوج ديالك. كتشوفي ديك الساعات انت شحال باغا تزيدي، شحال د الربح باغا تزيدي، واش بغيتي تزيدي 20 درهم ولا بغيتي تزيدي 30 درهم ولا بغيتي تزيدي 15 درهم، انتيا وما يمليه على ما يمليه عليك ضميرك. انتيا شنو كاين اللي كتكون قانعه كتقنع بشويه، وكاين اللي لا ما خصها مثلا هي تقدات 400 خصها تبيع ب 100 درهم ولا على حسب. المهم كل وحده وطريقتها باش كتبيع، باش ما ندخلوش التفاصيل، كل وحده تدبر راسها. المهم انا كنعطيك الناس اللي باغا تبيع نتيا وضميرك، هادشي اللي كاين. وديما التجاره ما يكون فيها لا ضرر لا ضرار، ما تضريش الناس وما تضريش راسك، باش الله سبحانه وتعالى يسهل عليك ويكمل عليك. الانسان ملي كيدير واحد المشروع المنتوج اللي هو بسيط وكيبيعو بواحد الثمن اللي هو خيالي، راه كوني اكيد راه واخا تبيعي في واحد اللحظه غتوقفي. فهادشي اللي كاين الغزالات ديالي. هذه بعدا بالنسبه للجواب للسؤال الجواب اللي سولتني عليه السيده، كيفاش نقدر نبيع، كيفاش ما كيعرفوش حتى كيفاش زعما يسيروا. هذه معادله سهله بسيطه. كاين اللي كيقول لك عاوتاني بحال دابا مثلا شي حلاويات، تحيه للعيالات الحلاويات، كتقول لك الا بغيتي نصايب لك الحلوه قد مثلا قد تقديه قد خلاص ديالي، تقديتي 20,000 عطيها 20,000، تقديتي 30 عطيها 30، تقديتي 4000 عطيها 4000. هادشي اللي كاين البنات. فنتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي يعجبكم، وسكراب جربوا هاد البنات راه واعر واعر واعر، جربوا راه غزال. نتمنى حتى هو يعجبكم، وما تبخلوش عليا بتعاليقكم الجميله ولايك وبارطاج. وشكرا لكم بزاف الا وصلتي معايا حتى لهنا. كما العاده نختموا لا فيديو ديالنا بالصلاه والسلام على حبيبنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.